برنامجنا حلم جميل وحلمنا بيه. برنامجنا له من حياتنا حياة. برنامجنا تجربة إنسان، مشوار ورا مشوار. هنعيش مع اللي فات وهنفرح باللي جاي. هنعيش الحياة بكل معانيها ونتعلم كل ما فيها. اسمع واحفظ واثبت عندك في الأوراق. برنامجنا مليان ضيوف. يا بهانة خبرينا ضيفنا هيكون مين؟ هيكون الصحفي والمذيع والفنان والدكتور والمهندس والمخترع وكمان كل الناس. عيش وتعلم. برنامج من إعداد وتقديم عبد الله الشافعي وحسناء أسامة. عيش وتعلم. لحدائق إذاعتنا فروع مورقة وأزهار فواحة، فمن شذاها تملأ قلوبنا. فكان علينا أن نلتقي بأول زهرة في برنامجنا، وهو المخرج الصحفي القدير محمد سراج. انت تعرفه يا سي الأستاذ؟ أيوة يا بهان، الأستاذ محمد سراج ده شخصية عامة كل الناس تعرفه، وكمان مخرج صحفي كبير. يا حلاوة يا ولاد، على كده بقى الناس كلها تعرفه وتعرف اتولد فين واتعلم فين. لا يا بهانة، الناس تعرفه من خلال مقالاته الصحفية وهوايته للرسم وحبه لشغله، علشان كده بقى إنسان مشهور. طب انت تعرف يا سي الأستاذ هو اتولد فين؟ أيوة أعرف طبعا يا بهانة، لأنه صاحبي وحبيبي. هو انت تعرف يا سي الأستاذ ناس مشهورين كده ومعروفين؟ طبعا يا بهانة، أمال إيه؟ أنت دايما مستقلية بيها كده. يا ما شاء الله. طب عرفنا كده وعرف الناس اللي ما تعرفش حاجة عنه. هو اتولد في قرية اسمها أبو زعبل البلد تبع مدينة الخنكة في القاهرة، وكان يا عيني يتيم. أبوه مات وهو طفل رضيع. ومين اللي رباه يا عيني عليه؟ اللي ربته يا بهانة ست عظيمة، وهي الست والدته. كانت صغيرة وجميلة، وبعد ما جوزها مات ما اتجوزتش ووهبت حياتها لابنها علشان تعلمه وتخليه راجل عظيم، واعتبرته هو الراجل بتاعها وسندها في الحياة. وربته ازاي؟ دي العيال الصبيان دول تربيتهم صعبة، اصلهم متعبين جوي. تلاقيها كانت ست قلبها طيب عشان كده عرفت تربيه. هقولك ربته ازاي يا بهانة. كانت تخليه دايما يقعد يذاكر قدامها، وكانت بتحكي له الحواديت وتحكي له كمان قصص صغيرة من القرآن. حواديت ايه؟ وهي الحواديت بتعلم؟ أيوة الحواديت بتعلم يا بهانة، بتوسع المدارك. وكمان والدته الله يرحمها حببته في الرسم، فكان عنده موهبة كبيرة جدا في الرسم. رسم ايه يا سي الأستاذ اللي خلاه مشهور ده؟ الرسم اللي هو سبب شهرته خليته يا بهانة رسام كبير، حتى كان معروف عند أصحاب الفن بسراج الفن. وليه سموه سراج الفن يا أستاذ؟ علشان هو طول دراسته وفي كل المراحل التعليمية اللي كان فيها عمل في فصول المدارس معارض دايمة ووسائل إيضاح مدرسية، وكان بياخد جوائز كتيرة جدا من أصول الثقافة ومراكز الشباب. والرسم ده يا بهانة بالنسبة له كان هو السبب في دخوله الصحافة. ده ايه ده يا سي الأستاذ؟ وايه جاب الرسم للصحافة؟ أقول لك يا ستي، كان بيكتب المنشطات والعناوين الرئيسية والرسومات اللي انت بتشوفيها في الجرايد، غير بقى انه كان بيكتب قصص وشعر. وكمان يا بهانة على ايام لا كان في كمبيوتر ولا كان في غيره، كانت كل حاجة بتتعمل بالايد، وده سبب شهرته وله مقالات كتيرة جدا. وهو الأستاذ محمد سراج ده متجوز؟ شوف يا بهانة، علشان والدته الله يرحمها كانت ست عظيمة، هي كمان اللي اختارت له زوجة تعرف تصوم بيته وتربي له عياله. وهو عنده عيال؟ أيوة يا بهانة، عنده 5 أولاد،
والدته الله يرحمها ربتهم معاه على تعليم الدين والأخلاق الفضلة. الله يرحمها، كانت ست طيبة. وده بقى يا سيد أستاذ حد اداله جوايز على اللي عمله ده ومشواره الطويل ده في الجرانين؟ أيوة يا بهاني، حصل على سفير النوايا الحسنة، وحصل على وسام من مؤسسة العدل الدولية، وحصل على مستشار للتحكيم الدولي، وحصل على مستشار إعلامي للأمم المتحدة، والعديد من شهادات التقدير في مجال الصحافة. ودي بقى يا بهانة كان مشوار حياته. أيوة يا سي الأستاذ، الأم اللي بتربي وبتكبر وتعلم وتخرج. الأم هي كل حاجة في الدنيا، وتعلم الحلال والحرام والصح والغلط. ولو كل أم عملت كده هيبقى عندها ناس ناجحة كتير قوي زي الأستاذ محمد سراج. صح كلامك يا بهانة، ما هو وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. وقد دعانا المخرج الصحفي الأستاذ محمد سراج لزيارة جريدة المساء، وسمعنا منه الآتي: سعدت جدا وانا على اليوتيوب لاني شاهدت عديد من الحلقات برنامج عيش واتعلم للاعلامي الجميل عبد الله الشافعي والاعلاميه الراقيه الاستاذه حسناء اسامه، بما فيه وعي وارشاد وترشيد ونصائح للجماهير. انا بتمنى لهم التوفيق، وربنا سبحانه وتعالى يا رب يوفقهم في حياتهم الصحفيه والمهنيه ومزيد من التقدم والازدهار. شكرا. محمد سراج، تحرير جريدة المساء. شكرا لحضرتك. عيش وتعلم، برنامج من إعداد وتقديم عبد الله الشافعي وحسناء أسامة.